العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إرتريا، نستهلها بالعناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. دعوات لاستخدام المبيدات الطبيعية. الأمهات في هيكوتا يقومن بتشجيع أعضاء قوات الدفاع. مايكرون يؤكد أن الجزائر ستساعد على زيادة واردات بلاده من الغاز. مليون حالة وفاة بكوفيد حول العالم منذ بداية العام. وباكستان تعلن حالة الطوارئ بعد اشتداد الفيضانات وتطلب دعما دوليا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنان من سنبل وصعدة كريستيان بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,151، شفي منهم 10,046 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى مريضان الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من أغسطس 2022. أعلنت وزارة الزراعة تحقيق نتائج مرضية من التجارب التي ظلت تجريها ابتداء من عام 2021 لإنتاج الأسمدة والمبيدات الطبيعية. وأوضحت مسؤولة وقاية النباتات في الوزارة ومنسقة اللجنة المصغرة لإنتاج المبيدات الطبيعية السيدة الأولى مكننة أن عملية تصنيع المبيدات الحشرية من مختلف المواد العشبية حققت نتائج مرضية لإبادة مختلف أنواع الحشرات. وأشارت إلى تنظيم الدورات التدريبية في مختلف مناطق البلاد لتعريف المزارعين بهذه المبيدات الطبيعية. وأكد المزارعون من جانبهم استخدامهم لهذه المبيدات الطبيعية التي حققت لهم نتائج جيدة. قامت الأمهات في مديرية هيكوتا في 20 من أغسطس بتنظيم حفل غداء وترفيه لأعضاء قوات الدفاع المرابطة في مديرية قلوج. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة بخيتة محمود أن الهدف من الخطوة هو تقديم الشكر والعرفان لمساهمة القوات الباسلة الوفية، مؤكدة مواصلتها بقوة. وقال مدير المديرية السيد الشيخ الدين صالح أن البرنامج العميق يوضح أن الجيش الإرتري هو جيش شعبي، ويؤكد أيضا بأن المواطنين دوما يقفون إلى جانبه. وأشار قائد قيادة الشمال الغربي لحرس الحدود العقيد يونس بصاملاخ، أشار إلى أن أمهات مديريتي قلوج وتسني اتخذن من قبل خطوات مماثلة، وأن المساعدات التشجيعية المقدمة لقوات الدفاع الباسلة في كافة المناطق تعزز المودة والوئام وتعتبر خير شاهد على وحدة المواطنين والجيش. وحفلت المناسبة بعرض فني وموسيقي قدمته الفرقة الفنية التابعة للفرقة العسكرية المرابطة في المنطقة. تبرع عمال مختلف المؤسسات في الإقليم الأوسط ب166 كيس دم في الفترة من 24 وحتى 26 من أغسطس. وأفاد بنك الدم الوطني أن المتبرعين هم من أعضاء إدارة مديرية قجرة وهيئة التأمينات الوطنية ومؤسسة الغلال والمواشي وشركة السكن للبناء. وأفاد المتبرعون الطوعيون بالدم عن الارتياح للمساهمة في إنقاذ حياة المحتاجين للدم. وتعمل جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم منذ تأسيسها عام 2013 لتنمية محتوى بنك الدم. قام قسم النظام والقانون في مديرية حاجات بإحراق المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي ضبطت في المتاجر بتعاون الشعب والجهات المعنية.
وضبطت المواد الاستهلاكية في مختلف الضواحي المديرية والشاملة المواد الغذائية والمشروبات والأدوية البشرية والحيوانية والأكياس البلاستيكية وغيرها، وتم إحراقها يوم 24 من أغسطس. وأوضح مسؤول مراقبة القانون والنظام في المديرية السيد الزيناوي ستيفانوس التعاون الكبير للشعب، داعيا أصحاب المتاجر للكف عن بيع المواد المنتهية الصلاحية. وأكد الكادر الصحي في مستشفى حجات على الأضرار الصحية للمواد المنتهية الصلاحية. تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها في إحداث أضرار على الأرواح والممتلكات والمنازل والبساتين والمزارع والبنية التحتية للمواصلات وخزانات المياه في مديريات هابرو وحمل مالو وعلا برعد بإقليم عنسبة. ووفق المعلومات الواردة، تسببت السيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت في الفترة من 28 من يوليو وحتى 23 من أغسطس تسببت في وفاة رجل يبلغ من العمر 67 عاما بضاحية قلته، وشاب يبلغ 16 عاما في ضاحية فلفلة بمديرية هبرو. وأيضا توفي رجل يبلغ من العمر 67 عاما في ضاحية حليب منتل بمديرية علا برعد. وذكر مسؤول مكتب الزراعة في مديرية حمل مالو السيد عند برهان سلمون أن الفواكه والمزروعات في 26 هكتار تعرضت لأضرار بالغة، فيما تعرضت الفواكه والمزروعات في 30 هكتار لأضرار جزئية. كما تم دفن 100 بئرا أيضا إلى مضخات المياه. وقالت مديرة مديرية حمل مولى السيدة عائشة نور أن البساتين المنتشرة ما بين منطقتي طباب وحمل مالو تعرضت لأضرار بالغة وجزئية، داعية اتخاذ قرار سريع لتعويضها وتقديم دعم عيني. في غضون ذلك، أفادت المعلومات الواردة مؤخرا بأن الأمطار التي هطلت في 26 و27 من أغسطس في ضاحية حليب منتل بمديرية علا برعد تسببت في تدمير 40 هكتار من المزارع، فيما دمرت 20 هكتار من الفواكه في ضاحية إيدن. وأوضح المدير التنفيذي لمديرية علا برعد السيد محرنا تخلاب أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في تلك المناطق تسببت في إحداث الأضرار بالمزارع والحفائر والسدود والمنازل والمواشي في مناطق إيرا تحتاي وعد بربري وبالوا بمديرية علا برعد. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطاقة تشكل مشكلة أوروبية في الوقت الراهن وسط حاجة إلى بذل مزيد من الجهد، مشيرا إلى أن الجزائر ستساعد على زيادة واردات الغاز. وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون أجريا محادثات بقصر المرادية استمرت أكثر من ساعتين، وصفها الطرفان بأنها بناءة وواعدة. وتحدثا عن نيتهما إرساء علاقات استراتيجية تقوم على مبادئ الاحترام والثقة، ومن شأنها عطي صفحة القطيعة التي شهدتها العلاقات المتذبذبة بين البلدين. وأكد الرئيس الجزائري عزيمة البلدين على تكثيف وتيرة تبادل الزيارات، وعمل عدد من اللجان الوزارية المشتركة من أجل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف الجزائر وفرنسا وفتح آفاق جديدة في علاقات الشراكة والتعاون. وعلى هذا الأساس، شددت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في تقديمها لزيارة ماكرون على تقدير باريس للدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في المنطقة، فضلا عن العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية. أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ يناير الماضي، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، التي دعت الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكان العالم من دون لقاح. ودعت المنظمة حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة
بهدف تحصين 70% من جميع السكان. وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان في الصين. دعت الحكومة الباكستانية في اجتماع الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف في بيان إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها. وخلال الاجتماع قرر شريف إرسال جنود من الجيش الباكستاني لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ وفق البيان. وذكر البيان أن رئيس الوزراء دعا أيضا لعقد مؤتمر طوارئ للمبعوثين الأجانب في إسلام أباد لطلب مساعدة المجتمع الدولي. وقال مسؤولون أن باكستان ناشدت المجتمع العالمي مساعدتها في جهود الإغاثة في ظل معاناتها من تبعات الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات عارمة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصيب مدنيان بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينتي حماه وطرطوس في غرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا. وأكدت سانا إصابة مدنيين 2 جراء الضربات ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض الأماكن المستهدفة. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن لغارات إسرائيلية استهدفت مواقع لميليشيات تابعة لإيران. وأضاف أن غارات جوية عدة طالت مقرات ومواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية، وجرى تدمير أسلحة والذخائر في المناطق المستهدفة وسط معلومات عن خسائر بشرية دون مزيد من التفاصيل. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين: إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. دعوة لاستخدام المبيدات الطبيعية. الأمهات في هيكوتا يقومن بتشجيع أعضاء قوات الدفاع. ماكرون يؤكد أن الجزائر ستساعد على زيادة واردات بلاده من الغاز. مليون حالة وفاة بكوفيد حول العالم منذ بداية العام. وباكستان تعلن حالة الطوارئ بعد اشتداد الفيضانات وتطلب دعما دوليا. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.